يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احمده سبحانه وتعالى عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. الشمس والقمر من انوار حكمته، والبر والبحر خير من عطاياه، والطير سبحه والموج كباره، والحوت نجاه، والنمل تحت الصخور الصبح قدسه، والنحل ينتف عنه في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيذكرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينسى. كلمه في الله الامام الشبلي. الامام الشبلي يا جماعه الخير توفاه الله تبارك وتعالى، فرؤي بعد وفاته. اسمع سبق وقت أمل. رؤيا الإمام الشبلي وكان من أولياء الصالحين، رؤيا بعد وفاته، فقيل له في المنام: ماذا فعل الله بك يا شبلي؟ ماذا فعل الله بك؟ وكنت من أوليائه وعباده وكذا وكذا، ما فعل الله بك؟ قال: سألني وقال لي: يا شبلي، أتدري بما غفرت لك؟ انت تعرف انا غفرت لك ليه؟ مين اللي يقول له؟ الله سبحانه وتعالى. يقول للشبلي بعد ما مات وهو في المنام: أتدري لماذا غفرت لك؟ قال: قلت يا رب العالمين بصلاتي. قال: لا. قلت يا رب بصيامي، بذكري، بكذا، بالحج، بالعمره، بكذا وكذا وكذا. قال: لا. قال: بما غفرت لي يا رب العالمين؟ انت رحمتني ليه وغفرت لي بماذا يا رب العالمين؟ قال: يا شبلي، أتذكر يوم المطر الشديد؟ فاكر لما كان المطر الشديد في بغداد، كسر دين المطر ده وبرد ضربه؟ قال: نعم أذكر. قال: فاكر الهرة القطة الصغيرة اللي كانت تسوي من البرد؟ فاكر لما كنت ماشي في احد شوارع بغداد يوم مطر شديد وبرد شديد، ولقيت قطه ماشيه في الشارع واخده جنب بترتعش من الدم، قطعت من الدم. كنت نعم اذكر يا رب. قال: أتذكر يوم اخذتها ورحمتها وجعلتها في كلك؟ قلت: نعم يا رب العالمين. قال: غفرت لك بها يا شبلي. سبحان الله، غفرت لك بها يا شبلي. يعني لم يغفر له بسبب صلاته فهو حسن، صلاه مطلوبه، ولم يغفر له بسبب صيامه حسن، ولم يغفر له بسبب الحج، ولا بسبب العمره، ولا بسبب عمل صالح. في مشهد ربنا عز وجل رحمه من هذا المشهد، مشهد هو رحم هرة صغيرة في يوم هرة صغيرة في يوم بدر. سبحان الله. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد أجر، في كل ذات كبد أجر، حيوان طير ألم يغفر الله تبارك وتعالى لبغي. يعني ايه بغي؟ واحد يوصل الجنة، البغي كان محترفا بالكبار، محترفا بالزنا والفحش والعياذ بالله، غفر الله له. أتدري بماذا؟ لا تتبع صوت عزة الله. فنزلت وهي مدللة المنعمة الراقصة كذا، نزلت وتحملت مشاق ونزلت دين، فملأت خفها وسقط مثلا أحبة الله وسقط كذبا، فغفر الله تبارك وتعالى. كنا في ابتدائي زمان أيام الكتاب العربي اللي هو الكتاب العربي والصغير ده، أيام الكتاب العربي ده جماعة الخير، فاكرين إن بينما رجل يمشي الزرع الكلب يأكل الثرى من عطش. حديث ابن نازل، فاكر أسامة بن الحديث ولا لا؟ حديث سيدنا رسول الله قال: فنازل الجوع فملأ خلفه وسقط، فشكر الله تبارك وتعالى فغفر له. سيدنا النبي في أحد الحوادث المدينة بص الجمل كده، لقى الجمل بيعيط، واحد قال: صلى يا حبيبي، لا الجمل بيبكي فبيعيط، فاقترب منه رسول الله وكأنه يسمع له وكأنه يقرأ أفكاره، فقال: من صاحب هذا الجبل؟ من صاحب الجبل ده؟ فقال: فكان لفتى من الأنصار، قال: لي يا رسول الله. قال: اتق الله في هذه البهيمة، إنه بشكل أنك تتعبه ولا تطعمه ولا تسقيه. اتق الله في البهيمة دي، بتشكله وبتدعمه ولا أكل ولا شرب، شكل. سبحان الله. اتق الله في هذه البهيمة التي خولك الله تبارك وتعالى. يلا زي ما اتفقنا، تعال هذه العروسة الجميل قاتلت من أول رمضان، قاتلت أصحاب المسلمين. تعال بالصين
ايوه قاتلت من 1 رمضان، الله يجمع من 1 رمضان صبورة. الله يبارك فيك. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ واحدة مين يا رجل؟ أنا ما أعرف كيف حالك. ما اسمك محمد. صوتك يا محمد. صوتك ايه؟ شمس. والحاجة ثم الشمس. خلاص يا عم. خلاص اهو يا باشا. لو كان على وصلنا ان هم